بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الحق، حبيب الرحمن، الشافع المشفع، خليل الرحمن، سيدنا ومولانا وعظيمنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ في هذه الحلقة شرح بعض المعاني التي وردت في سورة الفاتحة. فروى الحاكم وصححه الإمام الذهبي أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين الاسم الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب. وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وروي: بحمد الله بدلا من بسم الله. وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. وقال الله تعالى: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه رجل فعصر الدابة يعني، فقال الرجل: تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، إنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. إذا ضايق شيئا في الشيطان قل بسم الله. نعم. وبسم الله نقولها عند كل فعل، عند المأكل والمشرب والملبس، وكل حياتنا تبدأ بسم الله. وبسم الله تأتي البركات. وسبحان الله قال بعدها الرحمن الرحيم: ولله 99 اسما 100 إلا واحد. لماذا لم يقل بسم الله الجبار، بسم الله قوي شديد العقاب؟ لا، قدم ذاته العلي لنا بالرحمن الرحيم، وهو القادر على كل شيء. ولنسمع وسنرجع حينما تأتي عند سورة الأنعام سنتكلم: وهو القاهر فوق عباده. ومع ذلك يقول بعدها: ويرسل عليكم حفظة. الله أكبر. رحمن رحيم، غني عن خلقه، يعلم ضعفنا ويعرف عجزنا ويعرف ما نحن فيه، فقدم لنا كل هذه المعطيات الطيبة لتكون وقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. اسم الجلالة الله، هذا الاسم الذي لا يشارك الله فيه أحدا. حتى الكفار قالوا آلهة ما قالوا الله. الكفار ما قالوا اللات والعزى ومناة الثالثة الله، لا، قالوا آلهة. قد حفظ الله سبحانه وتعالى اسمه العظيم الله على أن ينسب إلى أحد غيره. واسم الرحمن اسم جليل، اسم ولذلك قريش رفضت الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف هذا. فلذلك لابد أن نعي أن لله هذه الأسماء، وبرحمته قدم لنا ذاته بأنه الرحمن الرحيم. بعد ذلك قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تتكون من أشياء، 3 أشياء. أول حاجة من نعم الله، وتاني حاجة
يعلم الإنسان ما جاءه من نعم إنما هو من حمد الله. وثالث حاجة، عليه أن يشكر الله على هذه النعمة. نعم، الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. والتسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب حتى تخلص إليه. حتى إذا عطس أحدنا قال الحمد لله، فيقول من أمامه يرحمك الله. هذا والحمد لله كما روى أبو حاتم عن الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وعن غيره: الصلاة شكر، والصيام شكر، وكل ما تفعله شكر، وأفضل الشكر الحمد لله. وقد ورد في الحديث عن أنس أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله، يعني ربنا أعطاك نعمة الصحة قلت الحمد لله، نعمة الزوجة الطيبة قلت الحمد لله، نعمة الولد قلت الحمد لله، نعمة حفظ القرآن قلت الحمد لله، نعمة الصلاة قلت الحمد لله. كل هذه النعم حينما تقول بعدها الحمد لله فكان قولك الحمد لله أفضل مما أعطيت. يعني لما تحمد الله أفضل من الصحة اللي أنت فيها، وأفضل من الولد اللي عندك، وأفضل من المال، وأفضل من العلم، لأن كل هذا الذي أنت فيه له محدوديات وفتن. أما الحمد لله فهي خالصة إلى الله، ليس فيها ما يكون الحمد لله. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. نعم. وقال الله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. وروى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبدا صلى فقال: رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضلت الملائكة. ما معنى عضلت؟ لم يعرفوا كيف يكتبونها. كيف يكتبون جلال وجهك وعظيم سلطانك؟ ما هذا لا يكتب. من يعرف جلال وجه الله، من يعرف سعة ملك الله، ما يستطيع. فصعدت إلى ربها وهو أعلم بما قال العبد. فماذا قال ماذا قال عبدي؟ قال يا ربنا قال كذا وكذا. قال الله تعالى: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. بس وظيفتكم الكتابة. أما العطاء، أما معرفة مجالها وسعتها، فهذا لله ولله وحده رب العالمين. رب العالمين، مش عالم، عوالم لا تنتهي. ولعلنا أيها الأحباب في زمن العلم، والمفروض أن العلم هذا يزيد الإيمان، ولكن للأسف يزيد الإلحاد. وهذا بسبب
ضعف المسلمين في العلم. حينما أقرأ هذا الكوكب من 35 مليار سنة، طب كيف؟ وهذا الكوكب وهذا نجم جديد وهذه مش عارف شيء جديد اكتشفناه. ده دليل على سعة ملك الله. وقد قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقال، وحينما أقول يقال لا أعرف السند، أن الإمام علي رضي الله عنه قال: لله 1000 عالم، منهم 600 عالم في البحار و400 عالم على الأرض. لكن لا أعرف السند ولا أعرف الدليل، لكن ده دليل سعة ملك الله. حينما كل عام نكتشف لك هذه دبة جديدة أول مرة تظهر، هذا نوع من الأسماك اللي أول مرة نراه، هذا كذا، ده دليل رب العالمين سعة الملك التي لا يمكن لعبد أن يدرك الموجد لهذا كله. الموجد لهذا كله هو الله رب العالمين الذي وسع علمه كل شيء وأحاط بكل شيء علما. أنا عاوز بس المسلم لما يقرأ كده وبيقرأ الفتح يقول رب العالمين، يهتز قلبه، يهتز كيانه، يتذكر ملك الله، يتذكر بين يدي من يخف. لا تقرأها كلمات يا أخي، دعها تدخل قلبك، دع هذه الكلمة قلبك يشعرها يشعر بها. رب العالمين من الإنس والجن والدواب والطير والأسماك والهواء والرياح وكل ما تعلم وما لا تعلم. اشعر بها، اشعر بها وفكر فيها وأنت تصلي. حينئذ ستسجد لله سجود الخاضع، ستعلم مقدار من أنت وقلة من أنت. انظر بس فقط كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اسمع وهو يقول اسمع: الله الذي خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم بعد قوة ضعفا وشيبة. نعم، خلقنا من ماء مهين ثم انظر إليك وهذا الجسد فيه هذه الأجهزة الكثيرة. انظر عينك، يقال مكونة من 6 مليون خلية وهي قطرة ماء. انظر إلى قلبك، انظر إلى هذا الدم كيف ينظف أكثر من 30 مرة في اليوم. انظر إلى من ابتلاه الله بفشل كلوي وهو يبحث عن الغسيل مرة واحدة كل 3 أو 4 أيام. شفى الله الجميع، شفى الله الجميع برحمته. انظر نعم الله التي أنت فيها. فحينما تلقى رب العالمين تذكر سعة ملك الله وقدرة الله. الرحمن الرحيم تكلمنا عنها. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يعني ايه؟ يعني ملك يوم القيامة، يوم لا يملك الإنسان شيئا. مالك يوم الدين، مالك الأمر كله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. نعم، ملك يوم الدين. وقد خرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب. ملك يوم الدين. والنار سحبت إلى المحشر من 70,000 زمام، يجرها من كل زمام 70,000 ملك فتتفلت منهم. ملك يوم الدين يوم لا تخفى خافية. ملك يوم الدين يوم يعض الظالم على يديه. ملك يوم الدين. في هذا اليوم من يملكه إلا الله، من له الأمر والتدبير إلا الله، من له القول الفصل إلا الله. الله الملك يومئذ الحق الرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وخشعت الأصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا. نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ربنا مكون هذا الإنسان بكل هذه الأجهزة حتى ثم نهاية أن تكون تراب وخلاص. إن أحدا منا لو اشترى بالدراهم أو بالأموال أشياء ثم ألقى بها في المحيطات قالوا عنه مجنون، فكيف بمن أوجد هذا الكيان الشديد التعقيد في التركيب ثم في النهاية يكون ترابا. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وأنا أريد أن الأخ منا والأخت تردد كثيرا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى على أن يكون فعله عبث، تعالى على أن يكون فعله لا غاية له ولا مقصد له. نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. والنبي يقول: اعمل ما شئت فإنك محاسب. ويقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إن الإيمان الحقيقي يظهر في مقدار عمل الإنسان ومراعاة اليوم الحساب، مراعاته ليوم الحساب، يوم تزل الأقدام وتثبت الأقدام، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا أن نكون ممن ابيضت وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن نكون ممن ثبتت أقدامهم يوم تزل الأقدام. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.